إرادة واعية وإيمان راسخ. نمشي طريق الألف ميل ونطوي دروب المستحيل في نادي الأمل. أصدقاء نادي الأمل، بكل الحب والأمل والتفاؤل في غد أفضل إن شاء الله، نسعد بكم في ناديكم نادي الأمل، فأهلا بكم. أصدقائي، في الأسبوع الماضي تحدثنا عن موضوع له من الأهمية، وخصوصا بالنسبة لصديقتنا الكفيفات، وهو كيف أن تكون الفتاة الكفيفة مستقلة، معتمدة على نفسها، قادرة على أن تقوم بشؤون حياتها الأساسية والذاتية بمفردها دون الاعتماد على الآخرين، وذلك من خلال مبادرة تحت عنوان طريقي للاستقلال. تبنتها أيضا فتيات كفيفات، يعني أمنوا بالفكرة وأصروا على أن تكون هذه هي رسالتهم ودورهم في أداء خدمة لصديقتهم الكفيفات، وذلك من خلال اللقاء مع الأستاذة دينا عادل الأدغم، مدرب توجه وحركة، وتعرفنا كيف يمكن أن تكون الفتاة الكفيفة مستقلة، قادرة على القيام بكافة الأنشطة الحياتية بمفردها، سواء داخل أو خارج البيت. كان هذا فيما يتعلق بالتحرك في البيئة المحيطة. هناك جانب آخر من المبادرة، وهو الجانب التكنولوجي، بمعنى الاعتماد على تقنيات التكنولوجيا المساعدة التي ظهرت بتطبيقات مختلفة لتمكين ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بالعديد من المهام وممارسة الحياة بكل جوانبها المختلفة بشكل أكثر سهولة ويسر، وذلك من خلال استخدام تلك البرامج والتطبيقات عندما يتم التدريب عليها بكفاءة. وهذا ما نكمله من الجانب الآخر للمبادرة مع الأستاذة زينب بهاء، المسؤولة عن التقنيات التكنولوجية المساعدة ومساعدة وتمكين الفتاة الكفيفة من الاعتماد على نفسها والاستقلال بذاتها من خلال استخدام هذه التطبيقات والبرامج التكنولوجية. احنا دلوقتي اسمحوا لنا ان احنا نلتقي بالعضو الثاني من المبادرة، وهي الأستاذة زينب بهاء. برحب بيكي معانا يا زينب، وعايزة اقول لأصدقائي ان احنا اللقاء من خلال مداخلة تليفونية، لان زينب في محافظة سوهاج، فطبعا ما تمكنتش ان هي نشرف بوجودها معانا النهاردة. برحب بيكي يا زينب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه دينا، واهلا بالساده المستمعين. حضرتك بس تعرفي مستمعينا بيكي، دراستك كانت ايه؟ انا ليسانس اداب قسم صحافه. يعني بدات اشتغل شويه في شغل الصحافه والكتابه وكده، كاونلاين واوفلاين طبعا ميداني. يعني يمكن اتجهت للعمل التطوعي او التوعوي الخاص بالمكفوفين من 2019. يعني الموضوع بدأ معايا فكرة يمكن تغني شوية. حسيت اني انا حابة ان انا افيد الناس حواليا، ان انا اشتغل معاهم على فكرة التوعوي التكنولوجي، ان انا اشرح حاجة انا فهمتها للناس ان هم يقدروا يستفادوا بيها. والموضوع انتقل شوية بشوية لفكرة اني انا حابة ان انا كمان افيد اخواتي المكفوفين اكتر في الجانب التوعوي، الجانب مثلا الاجتماعي شوية. وده اللي كنا بدأنا منه من 2019 عن طريق جروب صغير. بدأت الدنيا
بتكبر معايا شويه بشويه، ان انا لا، في بنات بتيجي تسالني طب ليه ما تعمليش كورسات، طب ليه ما حاولي تعملي لنا حاجه بسيطه. بدات ان انا اعمل ورش بسيطه كده، مثلا يبقى معايا 3-4 بنات 5 بنات، عملنا كذا مره كورسات على محتوى خاص برضو بالتوعوي الاسري او الاعتماد على النفس والاستقلاليه داخل البيت في المنزل او خارج المنزل. يعني الدنيا بدأت تكبر شوية لغاية لما وصلنا الحمد لله للمبادرة اللي المبادرة الحالية اللي هي رحلتي إلى الاستقلال، اللي انتي والأستاذة دينا تبنتوها وقمتوا بتنفيذها بالفعل بشكل يعني فردي، لا يتبع أي جمعية ولا أي منظمة ولا أي كيان. انتوا بشكل فردي قررتوا انكم هتقدموا المساعدة للكفيفات من خلال فكرة انه استقلال الفتاة الكفيفة واعتمادها على نفسها. طيب احنا معانا الأستاذة دينا اتكلمت عن دورها هي في المبادرة اللي بيتعلق بمسألة التوجه والحركة. انت حضرتك الأستاذة زينب مسؤولة عن الفكرة او عن الجانب التقني في هذه المبادرة. ايه أهمية تقنيات التكنولوجيا المساعدة في عملية الاستقلالية او الاعتماد على الذات بالنسبة للفتاة الكفيفة؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه. احنا الاول فكره المبادره اصلا جات لنا ازاي؟ يعني انا ودينا التقينا في كورس توتي. هي حكت لنا البدايه في الحقيقه، يعني هي حكت لنا انتوا ازاي التقت افكاركم مع بعض، والتقاء افكاركم اثمر عن مبادره حقيقي هي جميله وغير تقليديه، وليكوا كل الشكر عليها. ليه؟ لانكم انتوا بداتوها بشكل فردي، ما انتظرتوش مثلا اعمل اجراءات، اعمل جمعيه، اعمل مؤسسه او اشتغل من خلال مؤسسه او جمعيه. لا، تحملتوا المسؤوليه كامله على عاتقكم وقررتوا انكم بالفعل تنفذوا هذه المبادره، حتى ان لم يكن المكان متوافر قررتوا انها تكون اونلاين. الحمد لله ربنا قدرنا على ده، قدرنا نعمل ده. الفكره ان انا في البدايه خالص انا كنت بفكر ان انا اعمل حاجه في نفس المحتوى اللي انا بقدمه، محتوى تقني، ان انا اقدر ازاي اخليهم يستغلوا الذكاء الاصطناعي AI في فكره ان هي ازاي تبقى مستقله داخل البيت. هو انا اصلا قلت لحضرتك ان انا كنت بشتغل برضه على جانب استقلاليه البنت داخل البيت، يعني قبل الAI ومن غير حتى التكنولوجيا، ان هي ازاي تقدر تعتمد على نفسها، ان هي تروق البيت، تقدر ان هي تطبخ، مش عارف البنت اصلا لو استقلت بنفسها في بيت لوحدها تقدر ان هي تكون شايله نفسها وشايله البيت بنسبه اقل، يعني 80-85%. وطبعا احنا مش بيخلو اي شخص من طلب المساعده، ده مش عيب. اكيد كلنا بنكمل بعض، مكفوفين مبصرين، كلنا في مجتمع واحد او في مكان واحد بنكمل بعض. بالظبط، دي حقيقه ولازم كلنا نقتنع بيها. فانا اصلا كنت مقتنعه بده، ولازم كنت بوصله للبنت قبل ما اتكلم معاها، سواء كان بشكل فردي او في كورس. لما بدأنا ان احنا لقيت بصراحة الAI هيساعد البنت بشكل كبير. طيب انا ليه ما ادخلش الAI واطور المحتوى اللي انا بقدمه للبنات؟ تمام. طيب لما شفت دينا بقى، لا احنا محتاجين توجه البنت، محتاجة ان هي تتحرك حتى لو هي مستقلة بنفسها، متجوزة، ده تقدر ان هي تكون مستقلة برضه داخل المنزل وخارج المنزل. بالظبط. لما بدأت ان انا اطرح الفكرة على مجموعة من بنات اصحابي وكده، لا لازم تقومي بالكورس. قلت يا جماعة لا، في نقطة لو ضافت يعني هتنقل الكورس في حتة تانية خالص، اللي هي فكرة دينا التوجه والحركة. التوجه والحركة، يعني لازم يبقى في عندنا توجه وحركة. دينا ما شاء الله عليها كمان بتتكلم معانا حلو قوي في فكرة الدعم النفسي. تمام. فلما النقطتين دول اتضافوا على المحتوى، لا يعني الدنيا بقت افضل، بقت المبادرة اكثر تكاملا، يعني بتغطي اكتر من جانب، توجه وحركة بالفعل في الاطار او في البيئة المحيطة، وفي نفس الوقت بستخدم تقنيات تكنولوجيا مساعدة بتسهل لي الامور اكتر. بالظبط كده. يعني الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا المبادرة بتاعتنا بدأت من شهر 9 اللي فات. كنا قلنا فكرة ان البنت لما بتبدأ الدراسة هي دي اول خطوة ليها بتستقل بنفسها فيها. بالظبط، الانتقال الى الجامعة. بالظبط، انتقال لسكن جامعي ومكان جديد وزمالة جديدة واماكن طبعا بتزورها جديدة. فبالتالي هي محتاجة
ان هي ازاي تعتمد على نفسها في المكان ده، داخل المكان وخارج المكان. ايوه. فالحمد لله فكره ان التدبير اللي هي تقدر ان هي تعتمد على نفسها فيه زاد، التقنيات الحديثه زادت الحركه. الحمد لله طلعنا المره اللي فاتت بكورس الحمد لله اقدر اقول انه نجح بنسبه 95%. عايزه تكلميني انت قدمتي ايه في الكورس ده بقى؟ يعني ازاي استخدم الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذه الفكره، الاعتماد على النفس من جانب الكفيفه؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجه. انا مبدئيا في الكورس ما اعتمدتش فقط على الاي اي زي ما قلت لحضرتك، لا انا اشتغلت على محتوى قديم نفسه هو اللي بشتغل عليه. انت ازاي تقدري ترتبي حاجتك، ازاي تقدري تعتمدي على نفسك في اكلك، في شربك، في ملابسك، في اختيار لبسك، في اختيار الوان لبسك، كل حاجه. تمام. جينا بعدين لا طب يا جماعه احنا الدنيا اتطورت والدنيا كل يوم بتتطور. ايوه. في عندنا الاي اي في تطبيقات زي تطبيق مثلا تيك فريدم او تطبيق جيميناي او البي ماي ايز. كل التطبيقات دي عندنا خدميه للموظفين بتقدر ان هي تستفاد منها. يعني زي تطبيق الشات جي بي تي او تطبيق مثلا الجيميناي، دي تطبيقات كل الناس تعرفها وكل الناس تستخدمها. تمام. ولكن الفكره هنا اني انا ازاي اطوع الحاجه دي لي انا ككفيفه بشكل خاص، استفيد منها. ازاي استفيد منها كده؟ بالظبط كده. يعني احنا جربنا معاهم فكره ان عن طريق التطبيقات دي يساعدوهم اختيار الالوان. تمام. تنسيق الالوان مثلا. يعني انا هلبس حاجه مثلا ايه يمشي مع ايه مثلا، يمشي معاها ايه. طب انا هشتري مثلا طقم جديد بالظبط كده. فالفكره الحمد لله يعني احنا نجحنا في ده بنسبه كبيره مع البنات. يمكن الثقافه ما كانتش منتشره قوي ان ازاي هستخدم الاي اي في الحاجه دي. يعني ايه علاقه الاي اي اصلا بان هو بالظبط. ما ده عشان كان ده سؤالي لحضرتك، انه ازاي انا هقدر استخدم ده في هذه المساله، يعني في هذه التفاصيل. بالظبط. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه في بعض التطبيقات. يعني هكلمك شويه اكتر عن تطبيق بي ماي ايز. تطبيق بي ماي ايز في متطوعين. انا بقدر افتح الكاميرا وفي متطوع بيدخل معايا في نفس الكول ويقول لي في ايه هو شايف قدامه. تمام. الاي اي بيقدر يديك نفس الفكره دي بس بشكل شويه. يعني مش بتبقى بنفس نسبه الانتباه او نفس نسبه التركيز الخاصه بالبشري. بالظبط، لانه ده موجود في المكان فعلا وشايف وبيتكلم على طول بشكل حي يعني. بالظبط. هو الاي اي بيشوف عن طريق الكاميرا، بيحلل الحاجه اللي هو شايفها وبيقول لي هو شايف ايه. بس عايزه اقول لحضرتك في ناس عندها حساسيه شديده ان هي تفتح كاميرا لشخص ان هو يساعدها في حاجه. تمام. بتقول انا فرضا جاني حد ولد هعمل ايه بالظبط. بصرف النظر بقى عن ان هي مجرد مساعده وكده، ولكن لكن برضو فكره القلق، الخصوصيه. بالظبط كده. فحققنا لهم المعادله ان خلاص يا جماعه اعتمدوا على الاي اي ده مجرد يعني حاجه بتشوفنا، بتشوف لنا الكاميرا، بتحلل الحاجه اللي هي شايفاها وبتقول لنا بناء على الاسئله اللي احنا بنسالها لها وبتجاوبنا. تمام. وكمان حتى لو هي مش حابه تفتح الكاميرا، لو في اي معلومه تانية زي ما قلت لحضرتك خاصه بالالوان، خاصه بده، خاصه باي حاجه في حياتها، طبعا هتقدر ان هي تستغلها. زائد كمان في جانب تاني تناقشنا فيه في الكورس الاولاني، فكره ان ازاي البنوته لو معاها ورقه او كتيب او مذكره دراسيه حابه ان هي تقرا اللي مكتوب عليها، دي كانت تبقى سهله جدا جدا بعد التطور والاي اي اللي احنا وصلنا له. يقدروا ان هم يدوسوا قوي في الحته دي، ويقدروا ان هو بنسبه 90% مثلا ما يحتاجوش لحد يقرا الورقه دي او ايه اللي مكتوب هنا. تمام. يعني حتى في الدراسه او في الناحيه المعرفيه برضو ده اصبح متاح واسهل يعني. الحمد لله احنا ناولنا كل الجوانب دي في الكورس اللي فات. وعايزه اقول لحضرتك ان بامر الله ربنا يعيننا ان احنا نحاول الكورس الاولاني والكورس اللي احنا هنبدا فيه قريب، كل الكورسات دي تبقى عباره عن سلسله
سلسله نقدر ان احنا نتبنى فيها جميع الجوانب الحياتيه الخاصه بالكفيفه. انا عايزه اسالك بقى، ده سؤال نختتم بيه لقائنا. انا عارفه انك انتوا هتبداوا كورس جديد، انتوا بداتوا الكورس الاولاني، الكورس الجديد هتبداوه اكيد كونتوا برضو فكره اشمل. فايه اللي انت عايزه تقدميه جديد في الكورس القادم يعني، او في الدوره القادمه؟ ايه اللي انت عايزه تقدميه جديد وهتركزي عليه بالنسبه للفتاه الكفيفه دعما ليها انها تكون اكثر استقلاليه واعتمادا على نفسها؟ انت يعني اكيد حاطه تصور وتصور اكثر شمولا مما سبق، لانه دايما انت ما بتدخلي في حلقه دراسيه او كده بتاخدي ملحوظات انك في المره اللي جايه هركز على كذا، هعمل كذا جديد، هضيف كذا. فالاضافه بقى اللي هتبداوا بيها، وخصوصا ان الاعداد بتتزايد زي ما عرفت من دينا انه الاعداد متزايده، يعني هناك اقبال جماهيري عليكم. فايه الاضافه بقى اللي هتركزي انت عليها من الناحيه التقنيه؟ احنا هنسال دينا في الجانب اللي يخصها، بس انا عايزه قبل ما ننهي المكالمه تقولي لي ايه الاضافه الجديده بالنسبه لك. تمام. اولا بس خليني مبدئيا اذكر زميلاتنا اللي معانا اللي بيديروا معانا، بيساعدونا في تنظيم الكورس. طبعا بيساعدونا في تنظيم الكورسات. معانا استاذه نهى واستاذه منى واستاذه ياسمين، طبعا كل الشكر ليهم. اول حاجه بدانا بيها ان احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا بدانا حاجه صغيره كده في الكورس اللي فات. البنات الصغيرين اللي لسه بيبداوا حياتهم هيستقلوا عن اهلهم. تمام. هنيجي بقى ان شاء الله في الكورس دوت زي ما قلت لحضرتك، انا ودينا حابين هي تبقى سلسله. كان كل كورس بيكمل اللي قبله. بتطوروا نفسكم يعني، كانها زي ما بنقول دراسه، رحله يعني ابدا من الاول واكمل معاكم يعني. بالظبط. احنا دايما بنطلق على اي كورس عندنا ان هي رحله احنا ماشيين فيها، يعني هي رحلتي مع الاستقلال. تمام. فعلا ان احنا الحمد لله بدانا ان احنا نحمل المحتوى، وحرصنا انا ودينا المره دي ان احنا زمايلنا اللي بينظموا معانا كل واحده كمان كل واحده ليها دور في الكورس اللي جاي. تمام. شايفه ان هي هتقدر تقدم خدمه معينه في الكورس لزميلاتها، تقدر ان هي تحط النقطه دي وتشرحها معانا ان شاء الله. طيب انا بقى هقدم ايه؟ الفكره ان انا كنت في البدايه خالص اقول ازاي تختاري لبسك، ازاي تروقي المكان اللي انت فيه. لا، المره دي بقى احنا ناس خلاص روقنا ووضبنا وكل حاجه، نقدر ان احنا نشيل البيت بقى لوحدنا. ايوه تمام. تقدري ازاي ان انت حضرتك لو موجود لوحدك في البيت تقدري تروقي البيت ده، اللي يجي يشوفه ويقول يعني ما شاء الله دي 3-4 اللي اشتغلوا فيه. تمام. طيب ازاي بعد كده انت مثلا هتقفي على البوتاجاز تطبخي؟ عايزه اقول لك ان انا كنت بتجنب بنسبة يعني 70% الكورس اللي فات ما تكلمش عن البوتاجاز والتواجه مع النار بشكل مباشر. تمام. ده في حساسية ما بينه وما بين الاهالي للاسف، مش البنات. بالظبط. المرة دي معانا اولياء امور، فده شجعنا ان احنا نضيف النقطة دي. تمام. المرة دي اللي زاد الاعداد ان احنا حاولنا ان احنا نوجه الاعلان للبنات واولياء امورهم. تمام. عايزه اقول لحضرتك ان انا كان ليا تجربه قبل كده مع اولياء امور في كورس معين، دخلت معايا كذا واحده من اولياء الامور وحسيت ان الفكره فعلا نجحت. بس برضو ما زالت المجتمع سنة الخوف، ما زال هناك تخوف طبعا. فالحمد لله المرة دي عشان في اقبال زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، فاحنا ان شاء الله هنضغط على النقطة دي ان احنا لا بنتك لازم تعلميها تعمل كذا وكذا وكذا. هندخل في الحاجات الكبيرة يعني زي ما بنقول بقى يعني. وعايزة اقول لحضرتك ده برضو ليفل 1 يعني، ده ليفل 1 اصلا من فكره الاعتماد على الزيت داخل المنزل. تمام. هنعملها بقى ازاي ان هي تروق الدولاب بشكل كامل، ازاي تغسل الغسيل بتاعها ما يبقاش فيه مثلا مشاكل مع اللبس ده مع اللبس ده. تمام. على فكره عايزه اقول لحضرتك مش معنى ان احنا بنقدم الحاجات البسيطه دي ان احنا بنقول ان المكفوفين ما بيعرفوش يعملوا حاجه. لا، في شريحه كبيره جدا جدا من الكفيفات بتقدر ان هي تشيل بيت كامل وتقدر تعمل كل حاجه من السهادات وخارج المنزل الحمد لله. تمام. فاحنا تركيزنا على البنات اللي لسه حابه ان هي تتعلم، البنات اللي لسه في تخوفات من عندها هي من جواها او عند مامتها او الاسره بشكل عام. تمام. فربنا يقدرنا ان شاء الله المره دي نقدر ان احنا نبدا معاهم ليفل 1 دوت، ونقدر المره الجايه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله نعمل ليفل 2 ليفل 3، نقدر ان احنا نرتقي
كل البنات اللي عندها اصلا قابليه ان هي تتعلم وعندها قابليه ان هي تعتمد على نفسها وتستقل. يعني في الحقيقه بتمنى لكم كل التوفيق، وبشكرك الاستاذه زينب بهاء، انت كنتي معانا النهارده من خلال مداخله تليفونيه لوجودك في سوهاج، لكن طبعا نتمنى انك تكوني معانا المره اللي جايه في الاستوديو ونقدر نتكلم بتفصيل اكتر عن المهارات التي يجب ان تكتسبها الفتاه الكفيفه. بشكرك شكرا جزيلا. يعني استاذه دينا، احنا استمعنا لزميلتك في المبادره الاستاذه زينب وهي اتكلمت عن الجانب التقني. هسالك برضو الاضافه اللي انت ناويه او قررتي انك هتعلميها للفتاه الكفيفه في الكورس الجديد، وانتوا ناويين تعملوا ايه؟ عايزين توصلوا لغايه فين؟ يعني اهدافكم بقى وطموحاتكم احلامكم. احنا حابين نوصل لاكبر درجة من الاعتماد على النفس تقدر البنت الكفيفة ان هي توصل لها. يعني احنا معاها لحد ما ننقل لها كل اللي عندنا، كل الخبرات. كل اللي عندنا يعني هننقله ان شاء الله، ويفضل عليهم بقى جزء التطبيق. تمام. وبالنسبه لجزء التطبيق، انا اول حاجه هبدا بيها الكورس المره دي. طبعا البنات اللي كانوا معانا في الكورس اللي فات، الحاجات اللي احنا بدانا وتعلمناها يعني شويه بدايات اوكي، بس انتوا فين؟ عملتوا ايه؟ طبقتوا منها ايه؟ بس ان انا ابني على ده. تمام. اما بالنسبه اللي كانوا مش معانا المره اللي فاتت، اللي ما انتوا اكيد بينضم لكم مستجدات طبعا. بالنسبه للمستجدات، احنا هنبدا معاهم بقى ازاي تتحركي جوه بيتك، ازاي تقدري تعملي الحاجات الطبيعيه اللي المفروض ان انت اللي تبقي بتعمليها لنفسك، مش حد بيعملها لك. الحركه، ازاي تبداي تعملي لنفسك مشروب، اكله، ازاي تعملي لنفسك روتين عنايه شخصيه بنفسك. على فكره كفيفات كتير طلب مننا ده. بالظبط. ما بيعملوش ده، مش عارفين ازاي يعملوه، فده جزء من الجزء بتاعي في الكورس. وان شاء الله ربنا يوفقنا يا رب، ونكون على قدر المسؤوليه. يعني الاعداد الكبيره دي بتحطنا في مسؤوليه كبيره، بس يعني على قد ما احنا ان شاء الله يعني نتمنى نكون قدها، على قد ما هي مفرحانا، ان ده دليل على وعي كبير قوي. دليل فعلا على وعي كبير، ودليل على ان الفكره اللي انتوا قدمتوها فكره بناءه ومهمه، وكان الفتيات الكفيفات في حاجه اليها وفي انتظارها، والا ما كانش يكون هذا الاقبال يعني وبيتزايد. عايزه اقول لحضرتك، احنا بعد ما خلصنا الكورس اللي فات عملنا استطلاع راي، انتوا محتاجين ايه؟ بالظبط. محتاجين ايه بقى؟ يعني حد جزء من البنات طلبوا مننا ان هم يعملوا، ان احنا نعمل لهم جزء كورس تغذيه ورياضه وكذا. وانت قلتي مثلا عنايه وعنايه شخصيه وروتين ومش عارف ايه. وجزء طلب، طب احنا جوه البيت، احنا محتاجين نتعامل جوه البيت. طيب نعمل ايه مع اهالينا اللي هم مش عايزين يسيبونا نتحرك؟ عندنا اكتر من حاجه هنشتغل عليها، وطبقا للي طلبوه البنات. بالظبط. ما هو انت بتسجلي ملحوظات ورغبات وبتقدري على اساسها تطوري الدوره بتاعتك. بالظبط. يعني احنا قلنا لهم ان كل اللي انتوا طلبتوه مش عشان يعني عدد قليل طلب حاجه يبقى احنا مش هنعملها، لا، بس احنا اخدنا من الاكثر تصويتا اللي جالنا لحد ما كل الافكار اللي جات لنا هننفذها لهم، لان هي احتياجات واحنا يعني ان شاء الله نقدر نلبيها يعني. فاحنا بقى يعني هنبدا بالكورس اللي جاي استقلاليه داخل المنزل، ومكملين في الافكار اللي جات لنا ان شاء الله. انا ده كان لقاء شبه نظري، اتكلمنا بشكل عام عن المبادره اللي هي تحت عنوان رحلتي الى الاستقلال، وهي مبادره موجهه للفتاه الكفيفه. انا طبعا بتمنى ان يكون لينا لقاءات تانية نتكلم بشكل عملي بقى تطبيقي عن ايه المواقف، اهم المواقف والتحديات اللي ممكن تواجه الفتاه الكفيفه وتتعامل معاها ازاي. ده هيكون برضو ليه يعني مكمل للمبادره اللي انتوا قمتوا بيها، وكخدمه لمستمعينا احنا اللي بيسمعونا او مستمعاتنا، يعني مستمعينا ومستمعاتنا الاثنين يعني. فده هيبقى خدمه جميله جدا برضو، ان احنا نقدر من خلال نادي الامل نقدم الفكره دي او الجانب العملي من هذه الفكره اللي احنا اتكلمنا النهارده عنها بشكل نظري اكتر، علشان نعرف ايه الهدف منها وبتعملوا ايه. نقدر بعد كده، لانه طبعا اللقاء مش هنقدر يعني يكون اكتر من كده، فنتكلم بقى بشكل عملي ايه التحديات، ايه المواقف، ايه التجارب اللي ممكن امر بيها، ايه الخبرات اللي ممكن اكتسبها والمهارات. تحبي نختتم لقائنا بايه دينا؟ ايه تحبي تقولي لاصدقائنا الاصدقاء نادي الامل اللي بيسمعونا النهارده؟ رساله تحبي تقوليها، وان كان
كان كل كلامنا النهارده كان رسائل كلها امل واراده وتفاؤل، يعني هي بالظبط هدف برنامجنا. فتحبي نختتم لقائنا بايه النهارده؟ بصي انا عندي حاجتين بعد اذنك. اولا لكل اب وكل ام عنده ابن او ابنه من ذوي الاعاقه البصريه، خاف عليهم مفيش مشكلة، بس يعني خافوا الخوف اللي ما يعطلش، خافوا الخوف اللي ما يخليش ولادكم يعني يمنعهم ان هم يستغلوا فرص ايجابية كتير ممكن ما تجيلهمش تاني في حياتهم. دي حاجة. الحاجة التانية لكل زمايلي من ذوي الإعاقة البصرية، مفيش حاجة توقفنا، احنا قادرين نعمل كل حاجة، بس خد القرار ان انت عايز تعمل فهتعمل، مفيش اي حاجة هتقدر توقفك. تمام، جميل جدا جدا. وده اللي انت عملتيه. انت يمكن حصل بالنسبه لك كف البصر كان حديث، وقدرتي بقيتي لاعيبه رياضيه وحققتي مراكز اولى في اللعبات اللي شاركتي فيها على مستوى العالم، مش بس على مستوى مصر. وفي نفس الوقت بتقومي بمبادرات اجتماعيه تطوعيه لخدمه الفتيات الكفيفات ومساعدتهم ان هم كمان يكونوا مستقلين ومعتمدين على نفسهم. يعني هو مش مجرد كلام، هو فعل. طبعا تمام. وطبعا انا هكون سعيده بلقائك مره تانية ومعاكي الاستاذه زينب وكل من يتعاون معكم لتحقيق الفائده والنفع للجميع. يعني عايزه اختتم لقائي طبعا بست الحبايب. يعني حقيقي ليكي كل التقدير، لان وجود دينا معانا النهارده بهذه الشخصيه وهذه الروح هي ثمرة وقوفك ودعمك ليها، يعني ده بالتأكيد. يعني بس والله الأسرة كلها والعيلة كلها شاملة، العيلة كلها مش أنا بس. تمام. بس هي يعني عندها هدف عايزة تحققه، فأكيد لازم هنساعدها فيه، وربنا يوفقها ويصلح حالها يا رب، هي وكل اللي زيها، وتكون قادرة إن هي تعطي للي زيها الامل في كل الحاجات اللي هم نفسهم يعملوها. انت مبسوطه بيها وانت شايفاها بتقدم الخدمه للاخرين، يعني هي مصدر مش بتبحث بس عن فائده شخصيه ليها، لا هي اكيد هتفيد وتستفيد. تمام. يعني تمام. مش هتفيد بس، هي اكيد هتستفيد برضه، اكيد كل اللي هتستفيد لما يبقوا الناس مستقلين. والله بالظبط. يعني برضه حاجات انت مثلا ما كنتيش عارفاها، يعني لما تسمعي تجارب الاخرين صحيح بتفجر في دماغك افكار تانية طبعا، وهتفيدها في حاجات مثلا هي مثلا مش كلنا معلش ملمين بكل الدنيا اللي حوالينا، في برضه بيبقى غايب عننا حاجات، فاكيد انا بتعلم منك وانت بتعلمي مني. صحيح. ربنا يوفقهم يا رب ويجعلهم بذرة خير. امين. يعني انا بشكركم وبشكر ضيوفي المشاركين معانا في الحلقه اليوم، الاستاذه دينا عادل الأدغم مدرب توجه وحركة، والأستاذة زينب بهاء خبير تقنيات تكنولوجية مساعدة. وطبعا بشكر قبليهم كلهم ست الحبايب مامة دينا. أنا بشكرك شكرا جزيلا عليكي وحضرنا معاكي، وربنا يوفق الجميع يا رب. شكرا جزيلا. شكرا. التقينا وعلى الأمل يتجدد اللقاء، ونادي الأمل دائما جسر من الحب بينكم وبين إذاعتكم القاهرة الكبرى. أصدقائي، وحتى لقاء جديد ليس ببعيد من أسرة نادي الأمل، لكل أصدقاء نادي الأمل بكل الحب. أصدقائي، كانت معكم إيمان نادر هندسة إذاعية. شكرا لكم. دينا عبد الباسط.